السلام عليكم خوتي العزاز المتابعين والمتابعات الاوفياء والوفيات لقناه موروكو فريفر. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى انكم تكونوا مزيان وفي افضل احوالكم وفي صحه جيده. اكيد فيديو جديد، فيديو يستحق انكم تشاهدوه الاصدقاء، فيديو شاهدوه حتى النهايه باش تخلوا لنا الاقتراحات ديالكم، تخلوا لنا اللايكات ديالكم الفيديو. في البدايه اكيد كنشكروا كل الناس اللي كيشجعونا وكيدعمونا باش اننا نواصلوا ونستمروا في هذا الكونتوني هذا، نواصلوا من اجل اننا نجيبوا لكم اخبار جديده ومستجدات جديده اللي كتعلق بالشان الرياضي والسياسي اللي كيتعلق بالمغرب. ما تنساوش انكم تزيدوا تشجعونا الاصدقاء باش ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه، نخليكم مع الفيديو تشاهدوه ونتلاقاو في النهايه ديالو. إذن تابعنا هذه الكلمة لوزيرة المالية والاقتصاد في المغرب الوزيرة نادية فتاح. هذا على هامش طبعا الاجتماعات ما بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي تجري في أفريقيا لأول مرة عبد الله منذ ما يقرب من 50 عام، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدول ومن ضمنها الصين عن موضوع الحصص في صندوق النقد الدولي ومحاولة مقاومة إصلاح صندوق النقد. نعم، محاولة مقاومة السيطرة الأمريكية على هذا الموضوع. نعلم أنه الولايات المتحدة لديها نسبة في التصويت ما يقارب 17%، ولا يمكن اتخاذ أي قرار سواء بتعديل التشريعات أو فيما يتعلق بكل أمور الصندوق إلا بنسبة تصويت تلامس 85 أو تتجاوز 85%، والتي لا يمكن إذا لم يعجب ذلك الولايات المتحدة. عموما نتحدث بشكل موسع لاحقا. إذن سنبقى مع متابعة مشاهدينا لهذه الاتجاهات لتلك الأسواق. اليوم يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الإفريقية منذ 50 عاما، وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها طبعا وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو 3000 شخص في المنطقة. تنضم إلينا من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 في مراكش نور عماشة. نور، ضعينا في أجواء، ماذا نتوقع اليوم؟ اليوم الأول، المرة الأولى بعد 50 عام في إفريقيا، المرة الأولى منذ 20 عام في المنطقة أيضا. ما الذي يحدث؟ ماذا نترقب؟ ماذا نتوقع منكم هناك؟ صباح الخير مايا، صباح الخير محمد. بالفعل اليوم تنطلق هذه الاجتماعات في مراكش هنا في المغرب. العنوان الرئيس لهذه الاجتماعات سيكون بناء الجسور للنمو المستقبلي أو Building Bridges for Future Growth، والحديث سيتركز الآن على Inclusive Growth أو النمو الاحتوائي، بشكل أنه هذا النمو لا يكون فقط بدفع معدلات النمو للارتفاع، إنما أيضا لتقليص نسب التفاوت بين شعوب الدول نفسها وبين الدول المختلفة. وأيضا من المواضيع الرئيسية على أو في هذه الاجتماعات سيكون التركيز على توسيع الموارد المالية الموجودة للبنك الدولي من أجل توسيع قدراته لتقديم الائتمان لكريدت فاسيليتيز للدول التي ستكون بحاجة إليها بشكل أكبر في هذه الفترة. نحن عندما كنا قد تابعنا مايا ومحمد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في أبريل، اجتماعات الربيع، كان أيضا التركيز حينها على موضوع الديت ريليف أو تخفيف عبء الدين على الدول المثقلة بالديون، ويبدو أيضا أن هذا الموضوع سيكون حاضرا في هذه الاجتماعات، وأيضا سيكون محور رئيسي في الجلسات التي ستعقد بعد قليل. اليوم سيكون هناك بوك لونش أو إشهار وإطلاق كتاب أساسي، وستكون الجلسة تقريبا 3 ساعات عن هذا الموضوع، والعنوان هو موروكو's quest for stronger and inclusive growth. إذن مهمة المغرب من أجل تأمين نمو مستدام أو نمو احتوائي قوي. وأيضا سيكون هناك جلسة تعنى بمنطقتنا وبالمنطقة الإفريقية، وستشارك فيها وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، طبعا بالإضافة إلى رئيسة صندوق النقد الدولي أو مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا. وأيضا سيكون هناك مشاركة لجهاد أزعور المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد. أيضا أود الإشارة مايا ومحمد سريعا على أنه التركيز أيضا كما قلت على الموضوع الديت ريليف. نذكر بأنه حين كان هذا الحديث يعني تطور في أبريل في اجتماعات الربيع، كان هناك نوع من خلاف بين دول الغرب وبين الصين على من سيتحمل فاتورة تقليص هذا العبء من الديون على الدول الفقيرة والدول المثقلة بالديون، ولم يكن هناك توصل واضح لأي صيغة مشتركة حول هذا الموضوع. سنعرف وسنتابع إذا ما كان هناك أي يعني
بريك ثرو أو أي توصل لأي اتفاق بهذا الشأن هنا في المغرب، علما أنه تأتي هذه الاجتماعات كما ذكرت مايا قبل قليل وسط التوترات الجيوسياسية، ويبدو أيضا أنه هذا سيكون ربما حاضرا ولو بشكل يعني باك جراوند أو بشكل في الخلفية على فكرة أنه هناك مخاوف جيوسياسية قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. على كل سيكون هناك الكثير من الجلسات، سنحاول متابعة القدر الأمكن منها، وسنحاول أيضا موافاتكم بكل ما يتعلق بأي اتفاقات يتم التوصل إليها. نقطة أخيرة، يوم غد يصدر تقرير آفاق النمو المستقبل أو آفاق النمو الورد ايكونوميك اوتلوك ريبورت، وهو طبعا الذي ويصدره صندوق النقد والبنك الدولي مرتين في العام، في الانيوال ميتينجز أو الاجتماعات السنوية في أكتوبر، وفي اجتماعات الربيع في أبريل. إن هذا بمثابة المساعدة الكبرى بالنسبة لكم، والشكر لكم السيدة المدير التنفيذية السيدة والسادة، شكرا لكم. إن عالمنا قد أصبح أكثر هشاشة، الأمر الذي يتطلب المزيد من المجهودات المبذولة بغية تجاوز عدد من الأزمات المترامية حجما. في إطار هذه اللقاءات البنك الدولي بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي ومجددا نحن في المملكة المغربية الآن نسعد باستضافة هذه الفعاليات، ونحن نريد استغلال هذه الفرصة. فلذلك أريد أن أشكر فريق العمل لصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي على شتى المستويات في إطار عمل هاتين المؤسستين العالميتين، وأيضا شكرا لكم على عملكم والتعاون معنا على جميع هذه القضايا. شكرا لكم دولة رئيس الوزراء. والآن أريد أن أقول قبل كل شيء لجميعكم مرحبا، صباح الخير، مرحبا بكم جميعا. إن ذلك كتاب ومؤلف عظيم، فأنا أريد أن أشكر رئيس الوزراء على التقدم بهذا والترويج لهذا الكتاب وعلى حضوره الكريم اليوم معنا. فإنني ممتن للاستضافة المغربية ولحسن ضيافة المملكة المغربية في إطار هذه الفعالية. نحن جميعا نشعر بهذه الضيافة، وبطبيعة الحال نحن جميعا نتذكر هذا الزلزال الذي قد تعرضت المملكة له في سبتمبر الأولى الماضي، ونحن نعرف أن تضامن الشعب المغربي أمر ليس له مثيل من الحكومة المغربية وصولا إلى المواطنين العاديين. فتم إنجاز الكثير من الأشياء بغية إنقاذ الدولة وإنقاذ حياة الناس. ففي هذا اليوم نحن زرنا عددا من المدارس في المناطق المنكوبة، فخلال أقصر من شهر جميع التلاميذ رجعوا إلى المدارس، إلى غرفهم المدرسية، مع الأخذ بالحسبان أن هناك مناطق نائية قد تعرضت للدمار، ولكن جميع التلاميذ يحافظون على التعلم. فأنا نظرت إلى أوجه هؤلاء التلاميذ وابتساماتهم، فبالنسبة لي هذا إشارة أعظم للمستقبل اللامع لهذه المملكة. لكن أنا أيضا أريد أن أشيد بمؤلفي هذا الكتاب، فبطبيعة الحال هذا الكتاب يشير إلى هذه الاستنتاجات أيضا. فأنا أريد أن أعترف بأنه خلال 10 سنوات ماضية المغرب قد بذلت الكثير من المجهودات في إطار الإصلاحات العديدة، وبطبيعة الحال لدينا هنا اقتصاد ديناميكي مع الصادرات القوية والقدرات التصديرية العالية، بالإضافة إلى قطاع السياحة وأيضا الشباب المتعلمين، بالإضافة إلى الرغبات والطموحات لتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الطموحات الرامية إلى الحفاظ وزيادة النمو الاقتصادي في الدولة.
فإن الناتج المحلي الإجمالية لفرد تمت مضاعفتها منذ بداية الإصلاحات في المملكة المغربية، فلذلك نحن نريد أن نرى ما الذي سوف يأتي بعد ذلك. كما أنني أريد أن نعترف بوزير بموسى وهو أيضا من مؤلفي هذا الكتاب، هذا التحليل بالإضافة، فهو أيضا سوف يشارك في نقاشاتنا اليوم، بالإضافة إلى مركز الجنوب الجديد وزملائنا من البنك الدولي على إحضار المزيد من البيانات، وهي لا تتعلق بالمغرب فحسب وتتعلق بكل الدولة التي لها طموحات بالوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة. كما أنني ممتن بشكل كبير للسيد المدير وللسيد الوزير على الانضمام إلى هذه المناقشة، فبطبيعة الحال مع مساعدة زميلي أنا أريد أن أبدأ ونتوجه إلى السيد الوزير. كيف سوف تفكرين في تأثير هذا الزلزال؟ وبالنسبة للوزير كيف ترون التعافي وإضافة القوة للاقتصاد؟ وأيضا السؤال للسيد المدير، هل تم احتساب تأثير هذا الزلزال على الاقتصاد المحلي؟ تفضلي. قبل كل شيء اسمحوا لي في إطار هذه الفعالية البدائية أنا أريد أن أعبر عن امتناني للجميع، وأيضا التضامن الذي تم إظهاره وتعبير عنه منذ هذا الزلزال المدمر في المغرب، وأيضا على هذا القرار المهم لتنظيم هذه الفعاليات في مراكش. شكرا لكم على هذا القرار. فلدينا فرصة كما أشرتم إليه سابقا بأن نرى على الأرض ما الذي يحدث في أعقاب هذا الزلزال تحت ريادة العاهل المغربية. جرى هناك عمل منضبط مع جميع المؤسسات والأطراف المعنية في المملكة بغية تخفيف الأعباء بالإضافة لمساعدة السكان المحليين، فإن ذلك كان أولوية رقم 1 و2 و3، فأظن أننا قد أنجزنا ذلك. فخلال عدة أيام فحسب جميع الضحايا المباشرة لهذا الزلزال الذين قد نجوا، وبطبيعة الحال نحن نعبر عن تعزينا للضحايا للقتل وأقارب القتل، ولكن نحن قد وردنا كل المساعدات للناجين، وفي أسابيع معدودة تمت استعادة العمل بالمدارس. فمع زعامة صاحب الجلالة تم تنظيم لقاءات بغية تخفيف الأعباء بالإضافة للتعافي، وأيضا في إطار الخطة الطموحة والتي ترمي أيضا للترويج لحلول لهذه المسائل لعدم المساواة في المنطقة. فهذه القصة اليوم تتعلق بإعادة إعمار مملكتنا للأفضل مع الخطة التي تضم 12 مليار دولار. فسوف نحلل هذه الخطة معكم في إطار هذه المناقشة، ولكن هذه هي الفكرة الأساسية. بما أننا نواجه أزمة، نحن أيضا نعيد اختراع مقارباتنا بالنسبة لبناء المستقبل. نعم، هذا أمر حقيقي وصحيح، وأنا قد شاهدت وهلة فقط لتفكير دولتكم في بناء المستقبل بالإضافة إلى إعادة الإعمار. فعلى سبيل المثال في المدارس التي زرتها أخيرا، المجتمعات المحيطة، المجتمعات القروية أيضا، فحوالي 40 كيلومترا بين هذه المجتمعات والمدارس، حيث يجب على التلاميذ أن يبقوا للعيش في مكان ما. والآن أنتم ترتكزون على ضرورة بناء الظروف المهمة لسكن الطلاب في المساكن بالقرب من المدارس، فخاصة بالنسبة للفتيات، للصبيان أيضا، وقبل كل شيء بالنسبة للفتيات هذا أمر في غاية الأهمية لكي يشعرن بكل الراحة عندما يتعلمن في المدارس. فإن التذكار الأفضل للمملكة المغربية بالنسبة لنا
يتمثل في بناء بشكل أفضل وبناء من أجل الطلاب وفقا لأولوياتكم. فأريد أن أقدم لكم التهاني. فهل لدينا كيف ما شاهدتم معايا اخوتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. فيديو جديد، فيديو يستحق انكم تشاهدوه، فيديو يستحق اكيد التشجيع ديالكم ويستحق الدعم ديالكم. في البدايه كنشكركم بزاف الاصدقاء على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم لينا. اكيد ان الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم لينا هو بمثابه تحفيز لينا من اجل اننا نجيب لكم اخبار جديده، من اجل اننا نبحثوا لكم على المستجدات ديال اللي كتعلق بالمغرب، لا في السياسه ولا في الرياضه. انت ولا انت اكيد الا كنتي اول مره كتشاهد هذا الفيديو هذا، ما تنساش انك تدخل القناه، تشترك فيها، تفعل زر الجرس باش انه يوصلك كل جديد اللي كيتعلق بالاخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى السياسي. حتى لهنا كيكون سالا الفيديو ديال اليوم الاصدقاء، تسناونا في فيديو جديد. السلام عليكم.